ولئن سألت عمن خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. ليجزي الذين عملوا ليجزي ويجزي الذين أساءوا. ثم أثنى على التابعين لهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. الله يقول فرجعناه إلى أمه إيش؟ كي تقر عينها. فالمذبوح له عبادة ما يأكل. الذي يذبح للولي الميت يأكل الولي ذبيحة؟ ما يأكل. الصنم يأكل؟ ما لكم لا تأكلون؟ الله عز وجل يقول عن إبراهيم عليه السلام أنه قال الأصنام ما لكم لا تأكلون. الأصنام ما تأكل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تفسير قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة لوط وامرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. لفظ أهل البيت ورد في القرآن الكريم مرتين، مرة في سورة هود لما بشرت الملائكة السيدة سارة عليها السلام بأنها ستلد إسحاق، فسارة رضي الله عنها ردت وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، فردت عليها الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. تحج الله يقول ولله على الناس الحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما مفهوم الاستطاعة؟ ثم الآية نفسها أولى هنا أن نستدل بهذه الآية وهي ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى.